إليك عالية عبادك اليمانية كيما نحك الساعة. أفيقوا سادة قريش، هبوا من سباتكم العميق. إلى متى تنتظرون؟ إن دعوة محمد كالنار في الحطب، ولا حياة لكم مع هذه الدعوة. أتريدون أن يسوى بينكم وبين العبيد؟ إن كلامه المعسول دونه سم الأفاعي والحيات. لقد أصبح الخطب فادحا رهيبا، فاحزموا أمركم قبل أن يخرج من أيديكم فتضيعوا. أرى أن نعيدهم إلى المعتقلات كما فعل من قبلنا فينتهي أمرهم. لا، ما هذا أمرهم لينتشر من وراء كل الأبواب. نوقع بينهم وبين الجيش فتحدث فتنة عظيمة تقضي عليهم ثم يرجع الأمر لنا. لا، ما هذا يا قوم إن الإخوان والسلفيين من أتباع محمد يريدون أن يفسدوا عليكم دين آبائكم وأجدادكم، فيحرمون الخمر والبكيني وأصحاب الرايات الحمر في شارع الهرم، ويفسدون عليكم تجارتكم وبرامجكم في الفضائيات، فماذا أنتم فاعلون؟ يا لها من مصيبة سوف تحل علينا. ما رأيك يا أبا الحكم؟ أرى أن نأخذ من كل قناة مذيعة ومعها صحفي ذو قلم مغموس في السم، فينشرون عليهم الأكاذيب ويدسون لهم الدسائس ويخوفون الناس منهم حتى ينفض الناس من حولهم، ثم نأتي بشخص ذو مكانة بيننا ونجعله يتحدث عن حقوق المرأة والأقباط وضرورة الحرية والمساواة، فيلتف حوله الجهلاء ويتركوا دين محمد.